قصتنا عن أول ممثلة مصرية متحولة جنسيا. قالك لو خسرنا الدنيا كلها بس كنت مع ربنا يبقى خلاص، انت ما خسرتش حاجة، ده انت في الجنة ونعيمها. بس لو ربحت الدنيا وامتلكتها وكنت بعيد عن اللي خلقك يبقى انت خسرت الدنيا واخرتك. ده بالضبط اللي هنعرفه عن قصتنا، هناخد منها عبرة واستفادة. صلوا بنا على النبي ويلا نبتدي حكايتنا. بس بفكركم باللايكس والشير، ولو كنت أول مرة متابع لقناتي ما تنساش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول ممثلة مصرية متحولة جنسيا حنان الطويل. الناس عرفوها بمس انشراح والست كوريا. عاشت حنان حياة البؤس والشقاء والوحدة، اتعرضت للتجاهل والتنمر من الناس حتى المحيطة بها حتى بعد موتها، لحد ما وصلت حياتها لنهاية مأساوية. وماتت حنان في ظروف غامضة ومحدش عارف ايه السبب الحقيقي ورا موتها لحد النهاردة. ناس بتقولك دي ماتت يا عم منتحرة، وناس بتقول دي ماتت مقتولة، بس محدش عارف السبب الحقيقي لحد اليوم. وماتت وعمرها 38 سنة. موهبة كوميدية فريدة من نوعها، وده اللي ميزها بحضورها على الشاشة بالرغم من أدوارها الصغيرة. حنان في الأصل كانت مولودة ولد اسمه طارق، مواليد 1966. لما بدأ طارق يشب في مرحلة المراهقة بدأ يشعر بأحاسيس أنثوية بداخله، وراح وعرف أهله بيها. وموضوع زي ده وخصوصا إنه راجل في وسط العيلة حصل خلافات ومشاكل مع أهله، وتعرض للسخرية من الناس المحيطة بيه. فساعتها قرر طارق إنه يهرب من أهله وعيلته وينتقل من دولة لدولة عربية عشان يعمل عملية لتحويل جنسيا. وبالفعل بعد فترة قصيرة قدر ان هو يعمل العملية ويتحول طارق الى الفنانة المشهورة حنان الطويل. ومن هنا اختفى اسم طارق تماما وبدأ مشواره الأنثوي بحنان. وفكرت ان هي ترجع تاني لأهلها، بس في البداية كانت خايفة ان اهلها ما يستقبلوش فكرة تحويلها، لكن اهلها استقبلوها وتقبلوا فكرة تحويلها، بس ما سلموش من كلام الجيران والناس. وازاي يا عم تقبل ان ابنك الراجل يتحول لواحدة ست؟ لحد ما كلامهم حول حياتهم لجحيم. اتعرضت للسخرية والتنمر وخصوصا على شكلها، لانها بعد العملية كان شكلها مش جميل قوي، وكمان صوتها كان شديد الخشونة غير مناسب مع جسدها. بعد معاناة طويلة قررت حنان ان هي تسيب اهلها وتهرب من المجتمع لمجال الفن والشهرة، اللي من خلاله استطاعت تعوض عن الأزمات النفسية اللي كانت مرت بيها. عملت لنفسها طريق مستقل عن التنمر والسخرية، وبدأت تبحث عن فرصة في مجال التمثيل. بعد فترة طويلة التحقت حنان بفرقة الفنون الاستعراضية اللي من خلالها حققت حلمها في الغناء. بعدها قررت ان هي تتمكن من الالتحاق بالمهن الموسيقية، وبعد نجاحها بالأداء التجريبي اللي مرت به كله، وخصوصا ان صوتها كان كبير وشديد الخشونة، قدرت ان هي تنجح في مجال الغناء. بعدها قدرت ان هي تدخل في مجال السينما في اول عمل سينمائي لها اشتركت فيه سنة 1999 في فيلم عبود على الحدود مع الفنان علاء ولي الدين واحمد حلمي. بعدها انبهر بيها الفنان شريف عرفة ورشحها الفيلم سنة 2000 اللي قدمت فيه دور مس انشراح في فيلم الناظر، اللي من خلاله حققت شهرة كبيرة في مجال السينما في كافة الدول العربية. بعدها عملت كده عدة أدوار، منهم دور الرقاصة كوريا في فيلم عسكر في المعسكر، اللي من خلاله اتشهرت بمقولة البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. انتشرت الجملة دي في كل الدول العربية لحد النهاردة بتتقال. وآخر فيلم اشتركت فيه كان فيلم عايز حقي مع هاني رمزي، عشان تنتهي مسيرتها الفنية ب7 أفلام. بعد فيلمها الأخير بدأت كده حنان تبص في المراية وتسأل نفسها، ليه هي مش جميلة؟ طب ليه محدش بيحبني؟ طب ليه مش عايزين يتكلموا معايا؟ وليه أهلي سابوني لوحدي ودايما بيتنمروا عليا؟ اعتبرت حنان كل ده بيعود لشكلها القبيح وشكلها الغير معروف وغير مقبول في المجتمع. بعدها دخلت حنان في حالة هستيرية فظيعة من صريخ بقى وزعيق، اللي خلى أهلها يودوها لمصحة نفسية للأمراض العقلية. اعتبروها انها جابت لهم العار وسببت لهم الخجل في المجتمع، وان تواجدها معاهم ما عادش ينفع خالص عشان خلتهم مسخرة قدام الناس.
في الفترة دي كانت وحيدة دايما، وأهلها تخلوا تماما عنها، حتى محدش عاد بيزورها. بالإصابة كمان إن جيرانها قدموا فيها شكوى إنها مجنونة وبتسبب لهم إزعاج، وده اللي خلاها تعاني أكتر وأكتر، والمرض النفسي اتمكن منها. كانت كل ما تتكلم مع حد من الدكاترة أو الممرضين أو تشرح لهم إن هي مش مريضة عقلية، وإنها بس بتعاني من أزمة نفسية بسبب الوحدة، كانوا دايما بياخدوها على طول ويدخلوها لجلسات العلاج الكهربي الكتير، وكمان غير كمية الحبوب المهدئات اللي كانت بتاخدها. في الفترة دي اتدهورت حنان صحتها النفسية والجسدية، وتوفت حنان 1 ديسمبر عام 2004 وكان عمرها 38 سنة. انتشرت كتير من الأقاويل حول سبب وفاتها، منهم من قال إن هي توفت بسبب الصدمات الكهربية اللي كانت بتتعرض لها في المصحة، وده اللي عمل لها شلل في الدماغ وتوفت. منهم من قال إن هي مش قادرة خلاص إن هي تعيش بشكلها وملامحها فانتحرت ولقوها في غرفتها في المستشفى ميتة. ومنهم قالوا إن هي توفت بسبب أزمة قلبية اتعرضت لها، وده كان من الطبيعي جدا إن الأزمة النفسية اللي هي تعرضت لها كانت أدت لوفاتها. في النهاية مهما كان سبب وفاتها، فإن بس الأمر الأكثر شيوعا عدم رغبة حد فيها وترك أهلها ليها وعدم الوقوف بجانبها. كل ده خلاها تشعر إنها وحيدة وبائسة وغير مرغوب فيها، وكمان غير محبوبة ومستحبة. ومن الطبيعي بقى عدم رغبتها في الحياة. وبعد كل ده وبعد وفاتها أهلها رفضوا إن هم يستلموا جثمانها، اتكفلت نقابة الفنانين بكافة تكاليف الجنازة والدفن، وكان تحت إشراف نقيب الفنانين أشرف زكي. في الأخير دي قصة حنان الطويل، ويا ترى هي اللي كانت مظلومة ولا هي اللي ظلمت نفسها بتغيير شكلها اللي محدش اتقبله؟ وهي كمان قصة عبرة واستفادة إن محدش يغير من حقيقته. مستنية أشوف رأيكم، أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.